التواصل الجيد مع المتدربين بيعوض كتير جدا الخلل والنقص اللي موجود في السيستم او المنهج نفسه. لما بقول كده ناس كتير جدا بتتصدم، بس دي الحقيقه. كل ما تبقى قريب ومتواصل اكتر مع الناس اللي بتتدرب معاك، ده 100% هيخليك تعرف اصلا المشاكل اللي موجوده عندهم، تقدر تعالجها مع الوقت، تقدر تحسن المنهج اللي انت شغال عليه. وغالبا ده بيبقى موجود في البدايه، انت بتبقى حاطط منهج وستراكشر متوقع ان هو يحقق البروميس اللي انت وعدت بيه، بس غالبا بيبقى فيه جاب، او على الاقل في حد بيبقى داخل بتوقعات مختلفه. فعشان تحط ايدك على الجاب دي وتوصل للحاجات اللي ناقصاك وتقدر تحسن الكورس بتاعك، محتاج تبقى متواصل كويس مع الناس. التواصل هنا اقصد بيه ايه؟ اول حاجه المتابعه والتواصل بشكل دوري، يعني عملت ايه، وصلت لفين، ده فهمته ولا لا، طبقت اللي انا قلت لك عليه ولا لا، حل المشاكل والعقبات اللي بتواجههم بعد كده. اكيد مش هكلم حد مثلا اقول له عملت ايه فيقول لي انا مشتت او مش فاهم او ضايع او كذا، واقول له تمام وخلاص. لازم هحل له المشكله دي، شوف هل بيحقق او بيقرب من الهدف المتوقعه من الكورس ولا لا. هتكلم في ده اكتر وفي موضوعات تانية مهمه جدا للناس اللي عندها كورس ومش عارفه تبيعه او عايز يعمل كورس اصلا. اكتب لي في الكومنتس كورس، وهبعت لك تفاصيل يور فيرست مليون كورس اللي هيساعدك تخرج من الكورس ده معاك كورس كامل بستراكشر واضح وعنوان جذاب وبياع، ومعاك ماركتنج بلان توصلك للمليون جنيه اللي انت عايز توصله.